بيلفت نظرك إن معظم أدوات المطبخ بيكون ليها مقبض مصنوع يا إما من البلاستيك يا إما من الخشب. في تجربة في كتاب العلوم لسنة 6 ابتدائي بتشرح لنا السبب. المواد جيدة التوصيل للحرارة والمواد رديئة التوصيل. الأدوات: حوض إزاز، معلقة، قلم رصاص، مسطرة بلاستيك، صلصال، 3 زراير بلاستيك، شمع مسحور، مية سخنة. الخطوات: هنثبت المسطرة والمعلقة والقلم في الحوض باستخدام الصلصال عشان ما يقعوش. بعدها هنلزق كل زرار من الزراير البلاستيك على المسطرة والمعلقة والقلم الرصاص باستخدام الشمع. نصب المية السخنة في الحوض بشرط إنها ما تلمسش الصلصال. المشاهدة: هنلاحظ إن الزرار الملزوق على المعلقة المعدن وقع، في حين الاتنين التانيين فضلوا مكانهم وموقعوش. التفسير: درجة حرارة المية السخنة وصلت للشمع اللي مثبت الزرار على المعلقة المعدن وسيحته فوقع الزرار، لكن ما وصلتش للشمع اللي على القلم الرصاص والمسطرة البلاستيك. وده معناه إن في مواد جيدة التوصيل للحرارة زي المعادن، ومواد رديئة التوصيل للحرارة زي الخشب والبلاستيك. عشان كده نقدر نعرف ليه أدوات المطبخ بيكون لها مقابض من الخشب والبلاستيك، عشان لما تمسكها وهي سخنة إيدك ما تتحرقش.